انما من ضمن الحاجات اللي هي فيها اشباعات بشكل مختلف الشغل ممكن يكون شخص شاطر في شغله، بس وجود التيم حواليه بيخليه ان هو ياخد الانتباه اللي هو محتاجه. مش لازم ياخد الانتباه من علاقه، ممكن ياخد الانتباه من زمايله ان هو شاطر في شغله، ياخد الاعجاب من زمايله لانه شاطر في شغله، ياخد الرعايه من مديره لانه محتاجه فشاطر في شغله، فيديله تميز في مرتب، تميز في اجازات، فيحس ان هو متميز، بيقول رايه، بيحس ان هو مشبع لان هو شاطر في شغله، بيديله احساس بالاستقرار والامان ان هو واخد مركزه ووضعه في شغله وانه الدنيا تمام، فبالتالي هو مشبع. فهنا الاشباع مش شرط ان هو يكون ليه علاقه بالعلاقه. المميز في العلاقات اللي هي بتؤدي الى الجواز انها تقدر تشبع احتياجات كتيره جدا عند البني ادم، هي في حد ذاتها لوحدها من شخص واحد. انما الشغل انت عشان تشبع احتياج المشاركه والرعايه ده انت محتاج ناس كتيره عشان تحس ان انت تمام، مش اللي هو مشبع بس هتبقى تمام. بس مش تقدر ان انت تبدع في شغلك حتى لو انت شاطر فيه لو انت قاعد في مكان الناس اللي حواليك مش شايفاك، الناس اللي حواليك مش بتراعي وجودك وبتراعي غيابك وبتراعي احتياجاتك. لو ما حدش بيراعيك في شغلك انت مش هتعرف تشتغل. لو ما فيش الاحاديث الجانبيه اللي هو وقت الاكل، وقت مش عارف الخروجات والحاجات دي كلها، انت هتحس ان انت مكان مش مريح، مش تلاقي نفسك. لو انت مش مميز ورايك مسموع في المكان اللي انت فيه مش هتعرف تشتغل. لو حاسس بتهديد ان انت ممكن تترفد في اي وقت مش هتعرف تشتغل حتى لو شاطر. لو الفلوس مش كافيه انها تغطي احتياجاتك حتى لو شاطر في شغلك مش هتعرف تشتغل ومش هتعرف تطور من شغلك.